النهارده مشاهدينا في برنامجكم على أرض مصر هنتكلم عن واحد من الخلفاء الفاطميين اللي بيعتبر من أشهرهم نتيجة سيرته الغير الاعتيادية ونتيجة المشاكل كتير اللي عملها في مصر. هو طبعا كلنا فكرنا على طول في الحاكم بأمر الله من خلال الخطط المقريزية اللي بتتكلم كتير قوي عن تفاصيل كانت موجودة في مصر، سواء إذا كان في الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية. الأحوال كلها كانت موجودة في هذا الكتاب الكبير اللي مكون من عدة أجزاء. فهناخد الجزئية اللي اتكلم فيها المقريزي عن الحاكم بأمر الله، عن الفترة اللي كان موجود فيها، وعن الوصف اللي كان موجود في الكتاب عن جامع الحاكم اللي احنا كلنا عارفين ان هو موجود في شارع المعز. الحاكم بأمر الله هو كان بيعتبر سادس خليفة فاطمي، ولكن ثالث ملك من ملوك الفاطميين على منطقة مصر والشام. يعني كان ممكن يبقى خليفة فاطمي لكن هو بيبقى ملك على المغرب، ملك على منطقة أخرى، لكن هو كان ثالث ملك على مصر، منطقة مصر والشام. هو حكم بالصدفة. هو كان المفروض ان كان له اتنين من الإخوة الكبار. الإخوة الكبار دول، هو طبعا الكبير خالص هو اللي تولى الحكم بعد وفاة الوالد اللي هو طبعا كان العزيز بالله. والعزيز بالله اللي هو أبو الحاكم كان اسمه الحقيقي نزار ابن المعز لدين الله، يعني نسبه كان بيمتد للمعز لدين الله مباشرة. والحاكم بأمر الله كان اسمه أبو علي المنصور. اللي حصل ان هو ما كانش المفروض ان هو اللي يحكم، كان في اتنين من اخواته الكبار. الاول تولى الحكم، اول ما مسك الحكم مات. التاني لما جه مسك الحكم برضه مات. ما تفضلش غير الاخ الصغير اللي كان في الوقت ده عنده 11 سنة، وهو الحاكم بأمر الله اللي زي ما قلنا اسمه الحقيقي كان ابو منصور. هو اللي تولى الحكم في هذه الفترة وكان عنده 11 سنة. واللي كان طبعا احنا كنا عارفين ان في الفترة دي كان ممكن يحصل تولي الحكم حتى ومن هم عندهم 9 سنين، لكن بيبقى فيه وصي هو اللي كان بيتابع، وهو اللي كانت طبعا الامور كلها بتدار من خلاله. والوصي للحاكم بامر الله في هذه السن الصغيره كان ابو الفتوح برجوان. وابو الفتوح برجوان كانت امه روسيه. احنا عارفين في الفتره دي طبعا كان في خلط شديد جدا في يعني في الاجناس موجودين لما بيخشوا تحت مظله الاسلام، بيقدروا ان هم يتدرجوا في مناصب عدة لدرجة ان هم ممكن يوصلوا للبلاط الملكي. فهنشوف بعد كده ايه قصة الحاكم بأمر الله وايه الاحكام الغريبة اللي كان بيقولها. عشان كده هو كان مسمي نفسه، هو اللي كان مسمي نفسه الحاكم بأمر الله. ايه قصته بالظبط ونهايته كانت عاملة ازاي؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جامع الحاكم بأمر الله تعالى. على الرغم ان اسمه جامع الحاكم بأمر الله، غير ان اللي شرع في بنائه في البدايه كان ابوه الخليفه الفاطمي العزيز بالله، الا ان ابنه الحاكم بأمر الله هو اللي اكمل البناء بعد كده، فنسب الجامع الى الحاكم بأمر الله. الجامع ليه مسميات تانية، سمي بجامع الخطبه لان كانت بتقام فيه خطبه الجمعه، سمي ايضا بجامع الانوار، ونتيجه لان كان قطرة المشكوات والتنانير اللي كانت مصنوعة من الفضة الخالص كان عبارة عن 75 تنورة غير المشكوات، كانت بتدي إنارة كبيرة جدا، ولذلك عرف بجامع الأنوار. عرف أيضا الجامع باسم جامع الفتوح، وده لقربه من بوابة الفتوح. اللي بدأ البناء زي ما قلنا العزيز بالله سنة 380 هجرية، وبنى جزء من البناء بس ما اكتملش البناء على عهده. بعد كده جه الخليفة الحاكم بأمر الله أكمل البناء على عام 390 هجريا، وكمان أضاف بعض أجزاء للبنيتين الخاصين بالمآذن سنة 401 هجريا. فكده نقدر نقول إن البناء الخاص بجامع الحاكم بأمر الله اكتمل على مدار 20 سنة. سبب بناء جامع الحاكم بأمر الله في الأصل
ان المسلمين في بدايه العصور الاسلاميه كان في شرط اساسي ان عند بناء اي مدينه جديده لازم يكون فيها مسجد جامع فقط، يختلف عن المسجد العادي. المسجد العادي بنقيم فيهم الصلوات الخمسه عادي، انما لازم يكون في مسجد بيجتمع فيه المسلمين كلهم، وخاصه في الخطب زي خطبه الجمعه وخطبه العيد. وكان اول مسجد جامع بني في قاهره المعز هو كان جامع الازهر، ولكن لضيق مساحه جامع الازهر وازدياد اعداد المصلين اللي كانت بتيجي من القطائع وبتيجي من الفسطاط غير سكان والجنود الخاصين بالخليفه الفاطمي في الفتره ديت، ده استلزم بالضروره بناء جامع زي ما احنا شايفينه مساحه كبيره جدا عشان يعالج ضيق مساحه جامع الازهر. وعشان كده نقدر نقول ان جامع الحاكم بيعتبر تاني اكبر مساحه بعد جامع احمد ابن طولون في مصر، والثالث وتاني مسجد جامع في مدينه القاهره. لما نيجي نتكلم عن جامع الحاكم بأمر الله بنقول ان هو بيعتبر طبعا من اكبر الجوامع القديمه اللي كانت موجوده، يعني هو كان بيعتبر رابع جامع من الاحجام الكبيره اللي تم انشائها في مصر، لكن مش هو اللي بنى الحاكم او مش هو الاصل في بناء هذا الجامع الكبير. كان والده العزيز بالله لكن مات من قبل ما يخلصه، وطبعا هو بقى لما كبر حب يضيف لمساته يعني سلطان وحاكم وملك، فأضاف وأدخل حاجات مختلفة كتيرة جدا ومتغيرات كتيرة جدا على الرسم الهندسي لهذا الجامع. تم تغيير حاجات كتيرة فيه جدا عن الأساس أو الرسم الهندسي اللي كان موجود في البداية. الجامع ده أخذ مدة طويلة جدا في إنشائه، أخذ حوالي 23 سنة. الناس اللي كانت بتتكلم على إنشاء الهرم الأكبر أو بنى الهرم الأكبر إنه أخذ 20 سنة، إيه ده ليه هرم يتبني في 20 سنة؟ أهو الجامع ده أخذ 23 سنة علشان ينتهوا منه. الجامع برضو كان له حواديت وقصص غريبة جدا، منها ان هو تم هجره لفترة طويلة جدا جدا جدا، وتم يعني استغلاله كمكان لتخزين البضائع والسلع، يعني تم استعماله كمخزن، وتم برضو استعماله من صناع الزجاج. احنا عارفين طبعا مكانه ان هو في شارع المعز، وبالتحديد بين باب النصر والفتوح. اول ما نخش من باب النصر او من باب الفتوح هنلاقيه موجود مباشرة على ايدنا الشمال. شكله مميز جدا، له مأذنة مميزة، لكن زي ما قلنا ان هو كان من الجوامع اللي كان حظها وحش قوي في الاستغلال، خصوصا سيرة الحاكم ما كانتش محمودة وما كانتش كويسة، فبعد وفاته الغريبة تم هجر الجامع بشكل غريب جدا. بنقول برضو ان هو كان من الجوامع كان في زلزال شديد جدا اصاب مصر في فترة من الفترات القديمة، لدرجة ان هو هدم العديد من المآذن اللي كانت موجودة في جوامع كتير في مصر، منها جامع الحاكم، وما تمش ترميمه او اول من فكر ان هو يحييه من جديد كان على ايد الظاهر بيبرس. وقبل ما اكلمكم عن المراسم الخاصه بخطبه الجمعه هنا اللي كان بيقوم الخليفه بنفسه بادائها، هجيب لكم المراسم بتبدا منين، ونعرف ان الفاطميين هم اول ناس جم سكنوا المكان ده. المكان ده قبل مجيء الفاطميين كان عباره عن سهل رمله، عباره عن صحراء فقط. كان بيشغلوا دير قديم للنصارى كان يسمى بدير جرجيوس، أدخل في عمارة الجامع الأقمر، وكان بيشغلوا مكان تاني قريب منه كان اسمه قصر الشوق، وكان بينزلوا بنو عزرة في الجاهلية، بالإضافة لبعض البساتين زي بستان
كفور الإشيط. لما جم الفاطميين أدخلوا بعض الأماكن دي في قصورهم، وعملوا حاجة جميلة جدا، عملوا قصرين كبار جدا، القصر الشرقي الكبير الخاص بالخليفة المعز عشان ينزل فيه، والقصر الغربي الصغير وده كان لابنه العزيز بالله اللي شرع في بناء جامع الحاكم. لو اديتكم نبذة بسيطة بس عن القصور الخاصة بالفاطميين، لو قلت لكم ان كان بيأمن القصر الشرقي الكبير ده ليلا 1000 جندي، يبقى تعالوا تخيلوا معايا القصر ده كان قد ايه. لو قلنا ان القصر ده كان بيحتوي على 12000 حجرة، يبقى القصر ده كان قد ايه. نبذة بسيطة تاني، كان بيشتغل فيه حوالي 4000 عامل، يبقى القصر ده كان قد ايه. طب بصوا المكتبة بتاعته، مكتبة الحاكم كانت بتضم حوالي على 120,000 مجلد، يبقى القصر الشرقي ده كان قصر كبير جدا. احد ابوابه اللي هي باب الذهب اللي كان بتطلع بقى منه مراسم الخاصه بخطبه الجمعه، ده كان الجوانب بتاعته كلها مبنيه بالذهب. يبدا الخليفه بيطلع في موكب سلطاني ضخم جدا، كان بيحيط بيه حوالي 5000 جندي. مش هقول لكم ان الخليفه وقد ايه العبايه اللي كان بيلبسها دي كانت مرصعه بالذهب والاحجار الكريمه، هكلمكم عن الخيول او الافيال اللي كانت بتتقدم مسيره الخيول في الموكب السلطاني الضخم. الخيول نفسها كانت الخلاخيل الخاصه اللي هي كانت في رجلهم من تحت كانت مرصعه باجود واقيم انواع الاحجار الكريمه والذهب، غير ان الفرش الخاص بيها. بيبدا الموكب الضخم ده اللي كان بيسعى ليه الفاطميين، نجد ان الفاطميين دول او هم سبب كل او كثره الاعياد عندنا، هم عملوا حوالي 28 عيد في مصر كان سببه الفاطميين. بيبدا الموكب الضخم اللي كان بيقدر بحوالي 5000 جندي، وعشان كده جامع الحاكم وقت بنائه كانت الواجهه الرئيسيه كان فيها حوالي 5 ابواب عشان تسهل عمليه دخول الجنود. الجامع كان لازم يتقفل قبل مجيء الخليفه بشكل عام، وكان لازم يتحط جنزير حديد قوي يمنع اي شخص يخش الجامع قبل الخليفه ما يخش. وفعلا بيجي الخليفه ويخش من الباب الرئيسي لجامع الحاكم لغايه ما يوصل للمجاز القاطع. المجاز القاطع هو الجزء اللي احنا واقفين فيه ده، معماريا هو الجزء اللي بيبدا يكشف لنا المحراب عن طريق الواجهه او الباب الرئيسي في الواجهه الرئيسيه. المجاز القاطع دوت عشان يوصلنا للمحراب، الفاطميين عاده كانوا دايما بيغشوا المحاريب من ماده الفضه الخالصه، ولما جه صلاح الدين الايوبي بدأ يعمل قشط أو إزالة كل المحاريب اللي فيها اللوح الخاص من اللوح اللي كان بيبقى مكتوب عليه أسماء الخلفاء الفاطميين، وده كان بيبقى من الفضة الخالصة. بيبدأ هنا يتقدم الواجهة الرئيسية الخليفة الفاطمي لأداء صلاة الجمعة، لأن هو اللي كان بيقوم المصلين، ويبدأ يوصل هنا عند المجاز القاطع، واللي كان بيبقى يقف على الجانب هنا الجانبين مجموعة من الجنود طبعا للاتيان أو عشان مجيء الخليفة الفاطمي. وهنا هنلاقي مشكله كان بتقابل الخليفه اثناء اداء صلاه الجمعه، اللي هو كان بينسى بسرعه جدا، فعشان يعالجوا المساله ديت كانوا بيجوا عند المنبر، الجزء اللي هيلقي عليه الخطبه يبداوا يغطوه بستائر مصنوعه من الديباج والحرير واغلى، وكمان بتبقى مرصعه باجود انواع الذهب والفضه، ويغطوه تماما ما حدش يشوفه، ويجيبوا له خطبه مكتوبه على ورق يبدا يقراها عشان تسهل عمليه او تعالج عمليه صعوبه النسيان اللي عنده. المشكله الثانيه اللي بقى ساعه الخطبه ان هو ينزل يبدا يصلي الناس الركعتين الخاصين بصلاه الجمعه. فهنا كانوا بيعالجوا المشكله ان بيبداوا عن طريق المحراب يغطوا الجزء الايمن بستاير كبيره جدا مكتوب عليها او منقوش عليها الايات القرانيه اللي هيبدا يقولها في الركعه الاولى، والجزء الايسر من المحراب مغطى برضه بستاير مكتوب عليها الايات القرانيه اللي هيبدا يقولها في الركعه الثانيه. وبيبدا الخليفه ينزل من على المنبر يبدا يقوم ويبدا يقرا الايات الخاصه بالمكتوبه طبعا على الستائر الموجوده، وبيبدا بعد كده يخلص الخطبه ويبدا الناس كلها تتبارك بيه ويبداوا يدعوا له بشكل كبير جدا، ويبدا الخليفه يطلع قدام جامع الحاكم يبدا يتقبل المظالم والشكاوى اللي خاصه بالجنود او المصريين اللي كانوا بيصلوا معاه ساعتها صلاه الجمعه. وبكده يكون خدنا نبذه بسيطه. ما ننساش برضو نقول ان الجامع كله كان بيغطى بالستائر من اجود انواع الديباج والديباقي اللي هو اجود انواع الحرير. ودي كانت نبذه بسيطه عن المراسم الخاصه باداء صلاه الجمعه في جامع الحاكم بامر الله.